قول لي بقى يا فهيم، تعرف ايه عن كوش؟ كوش دي كلمة تركية صح؟ كلمة تركية؟ يا حبيبي دولة كوش أو مملكة كوش اللي كانت على ضفاف النيل في منطقة نوبية جنوب الشلال الأول، وبتعتبر واحدة من الدول المؤثرة في تاريخ السودان، وكانت ضيف شرف في التاريخ المصري. فهمت يا فهيم؟ طيب زي ما اتعودنا الألقاب بتاعتها كانت ايه؟ للأسف ما كانش ليها ألقاب. طب يا ترى مين مؤسس الدولة دي؟ المصادر بتقول إنه ما كانش معروف، ولكن في مصادر تانية بتقول إن الملك تحتمس الأول المصري قتل ملك كرم. ما كانش معروف اسمه، ولكن ده دليل إن الدولة كانت موجودة. ولكن الضوء اتسلط على الملك ألارا اللي أسس مملكة نبتة، ولكن التاريخ كله اتحد على أبرز قائد فيهم وهو الملك كشتا المؤسس، ومن بعده ابنه الملك بعنخي مؤسس الأسرة ال25 الكوشية بمصر القديمة. طب يا ترى فضلت قد إيه الدولة دي؟ فضلت من 2500 قبل الميلاد لحد 350 بعد الميلاد. طب شرارة المنشأ اللي كانت فيها المملكة دي أو الدولة دي بيقولوا من مدينة كرم. طيب حدود الدولة دي كان من فين لفين؟ انزل بالخريطة يا فهيم، من الشلال الأول وأرض النوبة المصرية إلى مروي، يعني كان فيها كرمة وكوش ونبتة ومروي وأجزاء من الدولة المصرية القديمة. طب كانوا بيتكلموا مع بعض إزاي؟ بالمروية القديمة، وكانت دي أكثرهم انتشارا، والنوبية والمصرية القديمة. طب كان في دين؟ طبعا كان في دين. الفترة النبتية اتأثر الدين بالمعتقدات المصرية القديمة، وهنقول بين قوسين إنه كان كذب. لكن في الفترة المروية تطور المعتقدات والحفاظ برضو بالمعتقدات المصرية القديمة، وبرضو بين قوسين إنها كذب، وظهور آلهة محلية زي الإله أمونتس والإله إبيدي مالك إله الحرب الكوشي. أبرز القادة، بس قبل ما نخش فيها إن شاء الله هنعمل سلسلة عن أبرز الشخصيات والقادة اللي أثرت في التاريخ لوحدها منفصلة عن السلاسل التانية. أبرز القادة بقى للدولة الكوشية كان الملك كشتا، ابن الملك كشتا الملك بعنخي، ابن الملك بعنخي الملك طهرقة، وده كان محبوب جدا من المصريين. طب الدولة دي كان لها علاقات؟ طبعا كان لها علاقات. صراع عسكري مع مصر القديمة والرومان والآشوريين ومملكة أكسوم، وتجارة كوشية مصرية على فترات. طب أهم الأحداث للدولة دي هي يعتبر حدث واحد، تأسيس الأسرة المصرية الكوشية بمصر القديمة، ومنها تأثير ثقافي وتجاري ومعماري، ولكن لم يرتقي للمعمار أو الطراز المصري. دولة زي دي أكيد لها أعداء، فمين أعدائها؟ الدولة المصرية القديمة والرومان والآشوريين ودولة أكسوم اللي هي دلوقتي أثيوبيا. طب إيه نقاط القوة؟ كان الموقع الاستراتيجي والجيش القوي المتأثر بالجيش المصري، والاقتصاد والتجارة منها الذهب والبخور، والدين والثقافة. طب إيه حصل لها عشان يبقى نقاط ضعف؟ صراعات داخلية، تدهور اقتصادي بقى ممثل في الاستنزاف للموارد الطبيعية، صراعات خارجية، وظهور قوة جديدة أثرت على الدولة الكوشية، مما أدى إلى أسباب تفكك زي الحملات العسكرية ومن الأعداء، وظهور قوة جديدة وضيف عليهم نقاط الضعف يعمل لك كل ده أسباب تفكك. ولازم تفهم يا فهيم حاجة مهمة جدا، إن الدولة الكوشية مش هي الدولة اللي أسست الدولة المصرية زي ما بيخرفوا دلوقتي. الشعار والعلم أعتقد ما كانش مهتمين بيه، عشان كده المصادر ما ذكرتوش. المصادر هتلاقوها في صندوق الوصف مع ترجمة انجليزي واسباني. رأيكم يهمني، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واذا حابين اتكلم عن دولة من اختياركم شاركوني في التعليقات، ونتقابل في الدولة الجاية.